أخدت من جوزها كليته وبعد كده تركته. مالناش دعوة. ده الطبيب الأمريكي ريتشارد باتيستر وعمره فوق ال 65 سنة. في سنة 1990 حب الممرضة دونيلا واتزوجها وأنجبت 3 بنات. وفي سنة 2001 أصيبت زوجته بالفشل الكلوي وهو كان كل همه إن هو ينقذ حياتها بأي وسيلة. اتبرع لها بكليته. فبعد سنتين من شفائها تماما بدأت تحب شخص تاني وخانت جوزها معاه أكتر من مرة. مش هي دي المشكلة، لأن الخيانة هناك أسهل مما تتخيل. المهم اللي هي طردته من المنزل وحرمته من رؤية أولاده. وفي سنة 2005 قدمت طلب طلاق في المحكمة، وريتشارد بقى حس بالخيانة والغدر وعدم الاحترام، وكان شرطه الوحيد اللي هو يطلقها مقابل أخذ كليته أو ياخد منها تعويض 2 مليون دولار. والقضية في المحكمة بقالها أكتر من 18 سنة، لأن القضايا هناك عاجزين بالحكم بسبب تعقيد القضية. احكمهم انتوا بقى لو تعرفوا هي تستاهل ايه. هو ازاي بيسافر رئيس كوريا الشمالية اي بلد عايز يروح؟ في البداية كده حاكم كوريا الشمالية نادرا لما بيغادر البلاد، لكن لما بيسافر فده بيكون من خلال السكة الحديد فقط، عن طريق قطار اسمه تاينجو او القلعة المتحركة. والرئيس علشان يسافر بالقطار ده فبيكون معاه قطارين كمان، قطار في المقدمة للكشف عن الكمائن والمتفجرات، وقطار في الخلف مليء بالجنود المتسلحين ومستعدين للضرب في اي لحظة. ده غير الطائرة الهليكوبتر اللي بتمسح المنطقة طول فترة السفر. اما قطار الرئيس مصفح ضد الرصاص. اما القرى اللي بتمر عليها القطار بيجبروا سكانها يجلسوا في منازلهم واطفاء اضاءة المنازل والا هيتعرضوا للمحاكمة. وعند وصول القطار بتنزل السيارات المرسيدس المصفحة، وده لنقله للمقر المتجه اليه. رايح يحارب ده ولا ايه؟ 3 حاجات مستحيل تحصل لك بس انت بتخاف منهم. كلنا بنخاف لما بنروح البحر ان سمكة القرش ممكن تاكلنا، مع ان سمكة القرش بكل هيبتها بتسجل 3 وفيات بس كل سنة، فمش معقول القرش هيقضي كل حياته ويدور عليك انت. كلنا بنخاف لما بنركب الطيارة ان ممكن الطيارة تقع بينا، مع ان نسبة وقوع الطيارة هي 1 على 11 مليون. يعني احتمالية وفاتك وانت في الطريق للمطار اكبر بكتير من احتمالية وفاتك وانت في الطيارة. التعبان عمره ما هيخرج لك من الحمام، فما تروش نفسك، لان التاريخ سجل 3 حالات بس لخروج تعبان من قعدة الحمام.